إن الطعام سبب رئيسي في استمرار حياة الإنسان، فبدون الطعام يهلك الإنسان ويموت. لذلك علينا الاهتمام بالطعام الصحي النظيف والبعد عن الأطعمة الفاسدة التي تضر الإنسان، فهناك بعض الأطعمة التي تسبب تسمم للإنسان وتجلب إليه الأمراض الخطيرة. ومن الأعراض الناتجة عن الطعام المسمم والغير نظيف الغثيان والإسهال والتشنج، وهذه الأطعمة هي: أولاً البيض، فإن البيض له فوائد صحية كبيرة للإنسان، ولكن علينا بأن نأتي بالبيض الطازج، والبعد عن البيض المكسور والبيض المخزن لفترات طويلة، تجنبا لأي تسمم أو ضرر يأتي من أكله. ثانيا التونة، إن التونة من الأطعمة الشهية والتي لها مذاق حلو يحبه الكثير من الناس ويأكلونه كثيرا، ولكن علينا التأكد من صحة التونة وعدم تلوثها أو انتهاء صلاحيتها، لأنها تسبب خطورة كبيرة على الإنسان إذا كانت ملوثة. ثالثا البطاطس، إن التسمم من البطاطس قليل جدا، ولا يعرف الكثير متى تكون البطاطس ملوثة وقد تسبب التلوث، فتكون البطاطس ملوثة وتسبب التسمم إذا رأيت على قشرتها لون أخضر، فهذا اللون هو مادة سامة اسمها السولانين، فعلينا تجنب البطاطس التي عليها هذا اللون الأخضر السام. وقد تكون بعض حبات البطاطس أيضا في داخلها دود من الأرض، فعلينا التأكد من صحتها قبل الأكل تجنبا لأي سموم تعرض حياتنا للخطر. رابعا الجبن، فالجبن يصنع من اللبن، لذلك هو من أكثر الأطعمة فائدة للإنسان إذا كان طازجا وغير ملوث. أما إذا كان الجبن فاسدا فإنه من أخطر الأطعمة التي تؤدي إلى التسمم ومن ثم الوفاة. أحبابي الكرام، علينا الاهتمام بالطعام الذي نأكله حفاظا على صحتنا وصحة أولادنا كي نعيش حياة صحية كريمة بدون أمراض.